سلام من الله عليكم متابعينا الكرام. اهلا وسهلا بيكم وبنحييكم والهنا والسعد ليكم. لو اول مرة بتتابع القناة اشترك في القناة وفعل الجرس ليصلك كل جديد. لو انت متابعين القناة ادعمنا بالضغط على زر اعجبني يشجعنا على نشر المزيد بإذن الله، وعملك شير للفيديو لتعم الفائدة. من فضلك صل على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم احفظ الدول العربية والإسلامية من الزلازل والبراكين والفتن. قولوا آمين. نقدم لكم الأخبار. مصرع شخص إثر فيضانات عارمة اجتاحت شمال إيطاليا، وتسببت بحدوث ان في شخص لقي مصرعه في الأمطار، وتسببت الأمطار اللي اجتاحت إيطاليا تسببت بحدوث فيضانات عارمة وغمرت الشوارع. في فيضانات وعواصف وموجات حر قاتلة أوروبا بتعاني من التأثيرات الشديدة لتغيير المناخ العام الجاري. وفي تقرير يفيد بمصرع 335 شخص وتضرر 413 ألف آخرين، مع خسائر 18 مليار يورو خلال 2024. والقارة بتشهد فقدان الأنهار الجليدية. وذعر في جامعة فلوريدا بعد حادث إطلاق النار خلف قتيلين ومعلومات صادمة حول هوية المنفذ. كان حصل في مصر إغلاق بلبن وكرم الشام ووهمي كان وعم شلتت وكنافة وبسبوسة. كان حدث إغلاق للمحلات. المحلات دي مؤقت. إن حدث إن اكتشفوا إن في بكتيريا بتؤدي للتسمم. حصل عمليات تفتيشية ل47 فرع. وفات سيدة من الطابق الرابع إثر سقوطها من الطابق الرابع بالمحلة، كانت تتحدث في الموبايل. وفاة أجنبية أمريكية أثناء عملية شفط الدهون بمشفى تجميل بأكتوبر. وإن 300 ألف شخص بيترقبون تحذيرات من انفجار بركاني ضخم. وحريق ضخم يلتهم ثاني أكبر محطة كهرباء في الكيان. وإن في زلزال كان بقوة 5.1 درجة ضرب وسط اليابان. وفي صور فضائية بترصد دبابات مدمرة بميناء رأس عيسى. وفي مقتل أمريكي بعد محاولة اختطاف الطائرة. وفاة الفنان عن عمر يناهز 64 عام. إعلان حالة الطوارئ في كولومبيا بسبب تفشي مرض الحمى الصفراء. وزارة الحج والعمرة بتحذر من استخدام تأشيرة العمرة لأداء الحج. وإن منع دخول مكة لحامل التأشيرات غير الحج بدءا من 1 ذو القعدة 1446 هجريا الموافق 29 أبريل 2025. مقتل أمريكي خلال محاولة اختطاف طائرة في بيلز. وإن في دولة بتقيم احتفال مهيب بمناسبة حصولها على أول صراف آلي. الدولة ديت في مناطق العزلة. ومعنا إيقاف الطبيب جودة عواد عن ممارسة الطب بسبب مخالفات مهنية خطيرة. وفي ترامب كان يقع في موقف محرج أمام رئيس الوزراء الإيطالية.